اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل المكرونة بشاميل بأسهل وأحلى طريقة، وطريقة عمل صوص البشاميل هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو ده. أول حاجة عندي صينية متوسطة مرشوش عليها بقسماط ناعم بالشكل ده، وعندي نص كيلو مكرونة فرن مسلوقة. هبتدي أحط عليها بشاميل، مش الكمية كلها، جزء منها، وابتدي أقلبهم كويس. وبعد كده هحطهم في الصينية. هقسم المكرونة اتنين، نص فوق ونص تحت. أول حاجة هبتدي بالنص الأولاني هحطه بالشكل ده، سويه كله في الصينية. وبعد كده هحط اللحمة المعصجة، وطريقة عمل اللحمة المعصجة هتلاقوها في رابط أسفل الفيديو ده. وبعد كده هوزع اللحمة المعصجة بالشكل ده على كل الصينية. وبعد كده هحط بقية المكرونة واحط عليها بقية البشاميل، وابتدي بالمعلقة اعمل فتحات كده عشان اضمن ان البشاميل نزل في كل المكرونة اللي عندي. وبعد كده هجيب بيضتين واحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل واضربهم مع بعض كده بشوكة. وبعد كده هحطهم على وش المكرونة بالشكل ده، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة تقريبا، او لغاية ما تستوي معانا. وفي النهاية بعد ما خرجناها من الفرن ده بيكون شكلها بتكون جميلة جدا. اتمنى حضراتكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم. بتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وممكن تتابعونا على مواقع التواصل موجودة أمام حضراتكم. وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات جديدة على مطبخ السعادة.